تعالى اقول لكم بننفذ الجاردنز عندنا ازاي. يعني دي جاردن عندنا موجوده في فيلا. اول حاجه بنستلم الجاردن بتكون بالشكل ده، بتكون كلها عباره عن رمل بس. احنا بنشيل الرمل ده وبنعمل في الاول صبه خرسانيه للارض. الصبه الخرسانيه بتكون فيها حديد، وده علشان ما يحصلش هبوط بعدين لما اجي اشتغل ايا كان نوع الارضيات اللي انا هشتغله. هنا انا طبعا عندي نجيله صناعيه، فمحتاج اصب الارضيه علشان ما يحصلش هبوط. بقسم الجاردن بتاعتي وبشوف ايه الحاجات اللي انا هعملها، وطبعا ده بيكون بعد ما اقرب اخلص تشطيب جوه. يعني انا هنا عندي برجوله، طبعا جيت حطيت قواعد البرجوله الحديد عندي بالشكل ده، وطبعا لازم اربعهم واكسهم اثناء الصبه الخرسانيه علشان لما اجي احط البرجوله ما يبقاش فيها شطره او ما اعرفش اركبها من الاساس. هنا عندي البرجوله بتاعتي وعندي الجلسه هتكون موجوده في الشكل ده. طبعا هنا عندي دي الاحواض بتاعت الزرع عندي هنا مش كتير، دي الاحواض اللي موجوده، وفي طبعا اماكن للكهرباء او الكهرباء اللي هتكون خارجه عندي هنا. عندي طبعا ممكن يحصل مطر، فالمطر ده لازم ادور له على مكان اقدر اصرف فيه المطر. فهنا عندي المكان بتاع الصرف عامله طبعا بالطول على اكتر من مكان علشان اقدر اخلي المكان دايما نظيف. وطبعا لازم يعني استغل ده في الميول اللي انا بعملها اثناء صب الارضيه دي، علشان يبقى عندي الميول كلها بترمي على الاماكن بتاعه الصرف بتاعتي. وطبعا كل ده لازم اصلا من الاول يكون معمول له ديزاين واضح فيه كل التفاصيل بتاعته علشان كل حاجه تطلع زي ما احنا عايزين بالظبط.